أنا دخنت أكتر من 20 سنة وكنت بقول على نفسي بفهم، بس الحقيقة أنا كنت عايش في وهم كبير أوي. أيوة، أنا كنت شايل العلبة في جيبي كأنها وسام، واللي يجي يكلمني أقول له أنت مالك؟ أنا حر. بس للأسف أنا كنت عبد النفس ملوث وريحته تقرف، والروتين بيأثر عمري كل يوم، وأنا للأسف عارف وساكت. كنت بدخن واتخانق لو حد قال لي بطل، مش علشان هم غلط، بس علشان أنا كنت أضعف من إن أنا أواجه الحقيقة. كل نفس كنت باخده كان بيكلفني حاجة: صحتي، ريحتي، وللأسف احترامي لنفسي. والمشكلة والكارثة هنا إني كنت بشوف ناس حواليا بتتعب وبتموت بسبب السجاير، وطبعا بقول لنفسي أكيد أنا مش زيهم يعني. مش عارف إزاي وأنا كنت أصلا بنفخ نفس السم وبضحك على نفسي بنفس الكذبة. أكيد يعني اللي بيحصل ده مش هيحصل معايا، بإذن الله هنبطل قريب. يا عم ما كلها بتدخن وبتعيش وبتفضل لحد 90 و100 سنة، وبضحك على نفسي كل يوم. بس أما حد قرب مني وقال لي نفسك ريحته وحشة، ولبسك ريحته وحشة، وجسمك ريحته وحشة، للأسف الواحد ابتدى يحس بالعار. مش مضايقة، لأ، عار. أنا كنت بحط سم في جسمي بإيدي، محدش ضغط عليا ولا أجبرني. أنا اللي وافقت، وأنا اللي دفعت، وأنا اللي ولعت، وأنا اللي خدت نفسي للطريق ده، ونفسي كانت راضية. بص يا سيدي، لو أنت بتدخن ما تفتكرش إن أنا جاي أنصحك. أنا مش جاي أنصحك، أنا مجرد بنقل لك تجربة، بحاول أخليك تفوق نفسك شوية قبل ما توصل للحتة اللي أنا وصلت لها. السجاير للأسف خدت مني ريحتي وصحتي، وأما هتبطل هتعرف إنها خدت منك رجولتك. فشطارتك إنك ما تخليهاش تاخد الباقي. قوم وفوق واعرف مين اللي كان بيكذب على نفسه طول السنين دي، لأن محدش كان بيكذب عليه غير نفسك. سلام.